اسمي حبيبة، أنا الأخت الكبرى في عائلتي، وكنت أعيش حياة مستقرة مع والدتي وأخوتي حتى بدأت المشاكل بيني وبين شقيقتي الصغرى رانيا. بعد طلاقها كانت أعتقد دائما أن دوري كأخت كبيرة يتطلب مني التضحية ودعم الجميع، لكن مع الوقت شعرت أنني أصبحت غير مرئية في عائلتي، خصوصا أن أمي تتهمني أنني أنا من تسببت في طلاقها مع أبي. رانيا كانت المقربة من أمي. في أحد الأيام حدث خلاف كبير بيني وبينها، وخلاله قالت أشياء جارحة. بعد هذا الموقف شعرت أنني لم أعد مرحبا بي في المنزل. للأسف تفاقمت الأمور لدرجة أن والدتي طلبت مني مغادرة البيت، ووجدت نفسي مضطرة لبدء حياة جديدة بمفردي. كانت تجربتي صعبة، لكنني لم أفقد الأمل. لا أعتقد أنني كانت مخطئة تماما، ما زلت أفتقد أمي، وأشعر أنني أريد فرصة لإصلاح علاقتي مع رانيا، ولكنها رفضت.